استثمر أموالك بذكاء وأمان. بنك يطرح أقوى شهادات ادخار بعائد يعيشك ملك. هتقبض 21 ألف جنيه أرباح شهرية. اعرف الحد الأدنى كام. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معايا خبرين كويسين جدا جدا لناس كتير ما تاخدش بالها من الأخبار البنكية اللي زي كده. جايب لك في الخبر الأول معايا بنك استثماري شهير وهو من أقوى البنوك الاستثمارية الموجودة في مصر. البنك ده عامل شهادة ادخار كويسة جدا تعمل لك أرباح شهرية لا تقل عن 21 ألف جنيه. مش بس كده، كمان من بعد تثبيت الفايدة في البنك المركزي المصري، ايه اللي حصل في حسابات البريد المصري؟ اخبار كتيره واخبار اقتصاديه كبيره. عاوز تعرف؟ تعالى وانا اقول لك. انا رامي غازي وده اقتصاد 360. ولو اول مره بتشوفني ما تنساش بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. تعالوا بينا هنتكلم في فيديو النهارده هنقسمه لجزئين. الجزء الاول ايه اللي حصل في حسابات البريد المصري بعد تثبيت الفايدة في البنك المركزي المصري، والجزء الثاني في فيديو النهاردة هقول لك ازاي نستثمر فلوسنا بذكاء في اقوى بنك استثماري موجود في مصر. هنتكلم في الخبر الاول عن البريد المصري، ازاي نفتح حساب في البريد المصري. رقم 2 ايه هي الحسابات اللي هي تأثرت وما تأثرتش بالبنك المركزي المصري. هعرض لك النهاردة اخر تحديث للحسابات دي. الحساب الاول حساب التوفير العادي، الحساب رقم 2 الحساب الذهبي، الحساب رقم 3 حساب يوم على يوم. مش بس كده، كمان في الخبر الثاني هعرض لك برضو مين هو البنك ده وايه هي اهم شهادات الادخار بتاعته، وهكلمك عن تفاصيل الشهاده ودوريات صرف الشهاده، وهدي لك كمان مثال بالارقام، وهقول لك ايه راي الشارع المصرفي في الشهاده اللي زي كده. تعالوا بينا في الخبر اللي نازل معايا النهارده. عقب قرار البنك المركزي المصري، هل ارتفعت فوائد البريد المصري ومفاجاه كبرى لعملاء التوفير العادي والذهبي ويوم على يوم. ازاي تفتح حساب في البريد المصري؟ بص، هو الموضوع سهل وبسيط، لانه والله العظيم انت لو بتتفرج عليا دلوقتي وشايف ان انا بعيد وازيد في حاجات يعني كل الناس عارفاها، تاكد ان في ناس كتيره جدا اكتر من الناس اللي عارفين والله ما تعرف ايه الفرق بين الحساب العادي والشهاده. غير كده وكده كمان ان في ناس اصلا ماشيه لحد النهارده من غير كارت بنكي او حساب بنكي. فعلشان كده انت لو عاوز تشوف عنوان الفيديو والشهاده اللي احنا هنشرحها النهارده، انت ممكن تجري الجزء ده وتتفرج على الجزء اللي انت عاوزه. لكن انا في الجزء الاولاني في فيديو النهارده هستعرض لك ازاي تفتح حساب في البريد المصري والحسابات، اخر تحديث للحسابات بتاعته، سواء كان الحسابات الجاريه وحسابات التوفير. ازاي بقى تفتح حساب توفير في البريد المصري؟ هنلاقي هنا انت لازم عشان تفتح حساب توفير لاول مره هتروح على اي مكتب بريد، وانت عارف ان مفيش مكان يخلو من مكتب بريد المصري، وتقدم بطاقه الرقم القومي تكون ساريه وما يكونش فيها خدوش او كسور، وتعبي الاستماره عشان تفتح حساب، وتحط ايداع المبلغ المطلوب وفقا لنوع الحسابات اللي احنا هنستعرضها دلوقتي. وانا مش طول عليك، ده هم 3 حسابات. وبعد كده بتستلم بطاقه الصراف الآلي بتاعتك لاستخدامها في السحب والايداع من ماكينات الاي تي ام التابعه للبريد المصري. ولو انت مش قدامك ماكينه بريد مصري مفيش مشكله، تقدر تسحب من اي ماكينه اي تي ام تابعه لاي بنك. الحساب الاول معانا وهو حساب التوفير، هنلاقي ان نسبه الفايده هنا 7% سنويا، والحد الادنى لفتح الحساب 100 جنيه، وامكانيه السحب والايداع في اي وقت. ولازم تعرف ان الحساب ده سهل وبسيط جدا، يعني انت لو معاك 100 جنيه تقدر تفتح الحساب في البريد المصري، وده اسمه حساب التوفير العادي. اما الحساب رقم 2 وهو الحساب الذهبي، نسبة الفايدة هنا 8% سنويا، والحد الادنى لفتح الحساب من اول 10000 جنيه، ويتيح عوائد اعلى لكنه يشترط الاحتفاظ بحد ادنى معين اللي هو كام؟ 10000 جنيه. يعني انت ما تقلش عن ال 10000 جنيه، لو قليت جنيه مش هينزل لك عائد، بس انت كل ما بتعلى في الفلوس كل ما هو بيحط لك فوائد اعلى. اما الحساب رقم 3 وهو حساب يوم على يوم،
بالظبط الحساب ده زيه زي حساب استثمار صندوق بنك مصر، والحساب ده نسبة الفايدة بتاعته 16%، لكن بنك مصر اعلى، بس احنا بنتكلم على البريد المصري. وبيتم احتساب العائد يوميا، ويمكن للعميل صرفه او اضافته للحساب، يعني كده كده هو الفايدة بتنزل لك يوميا على الحساب، والحد الادنى لفتح الحساب ده من اول 50,000 جنيه، لكن في بنك مصر من بداية 10,000 جنيه. والرسوم الإدارية 25 جنيه بتتخصم منك كل 3 شهور، بس حساب بنك مصر بينخصم منك لغاية آخر تحديث توقيت الفيديو ده بينخصم منك 50 جنيه في الشهر. وفي عندك غرامة انخفاض عن الرصيد 250 جنيه يوميا. ده اخر تحديث لحسابات البريد المصري. خلي بالك من النقطه اللي انا قلتها لك الاخيره دي، بيقول لك هنا في غرامه انخفاض لو انت الرصيد بتاعك قل عن 50,000 جنيه بينخصم منك 250 جنيه يوميا، فانت خلي بالك. اما الجزء الثاني في فيديو النهارده واللي هنتكلم عليه مين البنك الاستثماري ده، هو بنك CIB التجاري الدولي اللي محقق نجاح باهر وفي اعلى عوائد وارباح للبنك ده لعام 2024، واستعرضناها قبل كده في منتدى القناة. طب ايه هي بقى الشهادة اللي ازاي تربح منها 21,000 جنيه شهريا؟ هي شهادة بريميوم الثلاثية من بنك CIB. هنلاقي هنا ان العملة الجنيه المصري، يعني الشهادة دي بالجنيه المصري، ومدة الشهادة دي 3 سنوات. لما نشوف بقى الحد الادنى لشراء الشهادة دي من اول 1,000,000 جنيه تقدر تشتري الشهادة دي. ولازم تعرف ان بنك CIB التجاري الدولي مختلف تماما عن بقية البنوك في كل حاجة، في شراء الشهادات وفي تصنيف العملاء والحد الأدنى لشراء الشهادة، أو إذا كان حسابات توفير أو حسابات يومية. ويمكن الشراء الشهادة دي بمضاعفات ال1000 جنيه، يعني أنت من أول 1,000,000 جنيه وأنت طالع تقدر تشتري الشهادة دي. لو جينا بقى اتكلمنا على العائد ودوريات الصرف هنلاقي إن العائد 17% سنويا، والعائد ثابت طوال مدة الشهادة. يعني البنك المركزي على الفايدة مفيش مشكلة، نزل الفايدة مفيش مشكلة، انت بتقبض ال 17% بتوعك. وبيتم صرف العائد شهريا مما يوفر للمستثمر تدفقا نقديا منتظما. يعني انت هتاخد على ال1,000,000 جنيه بتاعك هتاخد حوالي لا يقل عن 14,000 جنيه. انت لسه قايل دلوقتي في اول الفيديو 21,000. تابع معايا الفيديو. لو جينا بقى اتكلمنا على مثال بالارقام لاستثمار عائد شهادات ادخار بريميوم من CIB، لو انت استثمرت ال1,000,000 جنيه بتاعك هتاخد في السنة العائد سنوي على ال1,000,000 جنيه في 17% هتاخد 170,000 جنيه في السنة على ال1,000,000 جنيه بتوعك. والعائد الشهري لو انت عاوز عائد شهري 170,000 جنيه على 12 شهر هتاخد 14,166 جنيه، ده عند استثمار ال1,000,000 جنيه. طيب لو انت هتستثمر 1,500,000 يعني 1,500,000، العائد سنوي لل1,500,000 في 17% بيساوي كام؟ 255,000 جنيه سنويا. ولو هتقسمهم العائد شهري هتاخد 255,000 جنيه السنوي بتوعك، لما تقسمهم على 12 شهر هتاخد في الشهر 21,250 جنيه. فانت علشان تحقق ربح دائم واعلى نسبة ربح من شهادات CIB التجاري الدولي، فانت هنا في ال1,000,000 جنيه هتاخد عليه 14,166 جنيه. لو هتستثمر 1,500,000 هتاخد 21,250 جنيه. طب ايه هي بقى مزايا شهادات CIB اللي هي بريميوم؟ هنلاقي هنا استثمار آمن طبعا طول الوقت، انت مالكش دعوة بأي فايدة، نزلت انت في الامان. عائد ثابت طوال مدة الشهادة، امكانية اعادة استثمار العائد لتحقيق مزيد من النجاح. يعني انت العائد ده لو عايز تستثمره في اي حاجة تاني في شهادات داخل البنك CIB التجاري الدولي مفيش اي مشكلة. عندك كمان حرية اختيار قيمة استثمار بدءا من الحد الادنى باي مبلغ، يعني الحد الادنى لاستثمار الشهادة دي من اول 1,000,000 جنيه. طيب ليه انا قلت لك 20,000 جنيه؟ انا حبيت اقول لك رقم مميز ورقم يكون مقفول من اول 20,000 جنيه 1,500,000 جنيه بتوعك. لكن لو انت عايز تستثمر ال1,000,000 بس هتخش فيه 14,166 جنيه. طيب هل الشهادة دي مناسبة؟
طبعا في كتير من المستخدمين بيتكلموا وهيتكلموا وبيقولوا طب ما انت عندك البنك الاهلي اعلى من كده، عندك بنك مصر اعلى من كده. حضرتك انا مش مختلف معاك في النقطه دي، انا بتكلم لناس معينه اللي هي بتتعامل مع البنوك الاستثماريه الخاصه. ناس كتيره جدا بتتعامل مع بنك التجاري الدولي CIB. زي برضو ما واحد برضو احد المتابعين دخل لي في احد الكومنت تحت وقال لي ما هي الشهاده هي مترميه في في بنك العربي الافريقي. حضرتك انت البنك العربي الافريقي على اللي انا شفته ما تعرفش تقف هناك، يعني البنوك دي بقت زحمه جدا. هتقول لي طب ما هو في البنك الحكومي برضه هو زحمه. طيب ماشي بقى، في ناس تحب تتعامل مع البنوك الحكوميه زي بنك مصر والبنك الاهلي المصري، وفي ناس بتحب البنوك الخاصه. طب ما انت عندك اصلا البنوك، كل البنوك الخاصه الاستثماريه عوائدها اقل من البنوك الحكوميه، وبرضه دي شغاله ودي شغاله. فانا بعرض لك ده وبعرض لحضرتك ده، فانت خلي بالك بقى من الموضوع ده علشان ما الواحد ما يتهاجمش من الكومنتات اللي هتيجي على الفيديو ده. وبس كده، وبكده اكون وصلت لنهايه فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو مش هوصيك بقى انك تدعمني باللايك وسبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.